السلام عليكم. سلمى الرحالة والشيخ وسيم يوسف، ايه العلاقة؟ قبل ما نتكلم عن العلاقة بين الشيخ وسيم يوسف وسلمى الرحالة، هنسمع الفيديو ده لسلمى الرحالة بعد ما اتقبض على مروة بنت الرئيس. طلعت مدعومة من بره مصر لتشويه سمعة مصر. عاشت الداخلية ووزارة الداخلية، وعاشت حكومة بلدي، عاشت حكومة بلدي اللي جابتها في خلال 24 ساعة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يدعي ويبوظ سمعتنا بره، خلت كل الناس تخش تتكلم. بتقول لك ان مروة مدعومة من بره. ازاي يا استاذة سلمى؟ اذا كان الداخلية ما قبضت عليها ما جابتش سطر حرف تقول ان مروة مدعومة من بره. يا كل الداخلية اللي اعلنت عليه قالت ان معاها 2 موبايل ومعاها محفظة مالية، وكان الهدف من الموضوع الفيديوهات ان هي الشهرة. وجات مروة في النيابة غيرت اقوالها، والحمد لله ما بقت في امان عند النيابة. قالت لا، انا مصممة على اقوالها ومصممة على اتهاماتها بتجارة الاعضاء واتهام سلمى والمثلث الرعب والفنانة بالاتجار في الاعضاء، وعايزة يتعمل لها تحليل دي ان ايه. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ انتوا على طول ماشيين في الزور كده، يعني حتى قلب الحقائق في حاجة مشهرة دلوقتي عند الناس، ومشهرة في الداخلية ومشهرة في النيابة ومشهرة في الصحف، عايزين يغفلوا الناس في كل وقت. دول أعضاء وأعضاء إن بلدنا ما فيهاش أمان، بلد مصر بلد الأمن والأمان، فيها كل الجنسيات عايشين هنا. روحي يا شيخة الاقي تاخدي إعدام، ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك باللي عملتيه فينا وفي بيوتنا الكام يوم دول. أنا وفاء عامر وأنا وكل اللي اتكلمت عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخة. بوظت الدنيا، بس الحمد لله العملاء والناس كلهم كلمونا ومحدش شك فينا ولا أي حاجة. بوظتوا معدة بره مع شوية أوباش زيك، ربنا ينتقم. طبعا كلنا سمعنا الفيديو بتاع سلمى الرحالة وهي بتقول لك ان مروة بنت الرئيس شوهت سمعة مصر، في حين ان سلمى دي مطلعة فيديو رتح. انا كنت علقت عليه على القناة بتاعتي، موجود رتح رتح، ويعني شرشحة زي ما بيقولوا، يعني معاها دكتوراه. هو ده اللي مش بوظ سمعة مصر؟ انا مش عارفة، هي شاغلة بالها كل ما حد يتكلم منهم يقول لك سمعة مصر سمعة مصر. هي مصر اقوى من كده، وبعدين مروة حافظت على سمعة مصر، غيرها ما حفظ. وتقول لك إلهي يعدموها يعدموها. لا، هم مش هيعدموا مروة، ده الناس مروة ذكية خلتها قضية رأي عام. يمكن لو كانت معاها المستندات وراحت تقدمت بيها للنيابة أو للمباحث، مش كانت القضية هتاخد التأييد العام ده، مش العام ده، يمكن العالمي والعربي. الناس كلها مهتمية، عايزين يشوفوا ايه الثراء الفاحش وايه الناس دي. فهي مروة ذكية وذكية جدا، ولكن ربنا كبير. يعني يطلع فيديو تاني لسلمى الرحالة وهي بتتكلم عن الكلى، وان في كلى بتتباع. هنسمع الفيديو ده ونعلق عليه. بس سلمى بعت الفيست كله عندي على التليفون ده، انا صليت ربنا يقول لي ايه؟ هو انت يعني ايه؟ ابعت لسامح، ابعت لسامح. يا سلمى بعت ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ على الخاص تبقى اسمك قايل ايه بقى يا سامح؟ قايل ايه؟ قايل ايه ست المستشار؟ قايل ايه بقى له؟ قايل خلاص، ما انت قلتي بقى تبعتيه على الخاص بقى خلاص. ابعت لك بقى، بس هقول لك المضمون، هقول لك المضمون. قايل ايه للبنت؟ قول بتقول له ايه؟ ايه يا عم تيتو ازاي؟ قول المضمون يا حبيبتي، قول المضمون. يلا يا بتاعت سمعة مصر، قولي. قال لها يا اوشا، قالت له يا عم تيتو انت ازاي تحط الفويس بتاعي بصوتي وانا بقول لك فلانه عايزه انا عايزه ابيع لها الكلى بتاعتي ومش عارفه ازاي تنزله. قال لها يا حبيبتي انا بعت له واحد بس اسمه اليكس، في بيع كلى، واحدة عايزة تبيع كليتها وبعتوها لواحد اسمه أليكس. لو ربطنا بمعلوماته ببعضها هنلاقي ان مروة بنت الرئيس قالت لك ان ادها المعلومات ده واحد اسمه الكسندر.
ممكن يكون هو أليكس ده. تتكلم مع ليلى الشبح على واحد اسمه ألكسندر بيع كلى، إن في كلام رايح جاي عن بيع الكلى، وفي ناس بيبيعوا كلى. طب هو الكلام ايه يبقى الكلام كده ماشي في مجرى الصحيح، ولا ايه بتاعت سمعة مصر انت؟ بتاعت سمعة مصر انت ايه الأخبار؟ ده بالإضافة إن في حاجة غريبة بقى، المثلث أو المربع، مربع هو سلمى الرحالة، وفاء عامر، هبة ترك، أم مكة، كل المربع اللي معانا ده ليه علاقة بمين؟ بالشيخ وسيم يوسف. يعني نسمع فيديو لسلمى الرحالة وهي عمالة تدعم في الشيخ وسيم يوسف. يعتبر ان هو دخل عمليات دلوقتي، عملية كبيرة جدا عشان هو عنده سرطان. بدأ كل الناس اللي تحب الشيخ وسيم يوسف وكانوا معانا امبارح في اللايف بتاعه يدعوا له ان ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة يا رب لأهله ولولاده، عشان هو فعلا راجل يستاهل الدعاء. تدعي للشيخ وسيم يوسف، يعني الست عارفاه، ده فيديو وهي بتدعي له وبتطلب الناس بالدعاء ليه. وسيم يوسف يخاطب عقول السوشيال ميديا، يخاطب عقول الناس اللي في الشارع اللي فاهمة كل حاجة. هي عايزة ناس زي الشيخ وسيم يوسف عشان يخاطب بتوع السوشيال ميديا، فهي لها علاقة وطيدة بالشيخ وسيم يوسف من الفيديوهات اللي احنا سمعناها ومن الفيديوهات. اللي مش يعرف الشيخ وسيم يوسف، الشيخ وسيم يوسف من أهم الداعمين للديانة الإبراهيمية. تاني، من أهم الداعمين للديانة الإبراهيمية والعمل على نشرها في الوطن العربي. الشيخ وسيم يوسف هو داعية إسلامي من أصل أردني، واخد الجنسية الإماراتية ومقيم بيها. من أهم آراء أو أهم وجهة نظريات الشيخ وسيم يوسف إن أبو ظبي تجسد التعايش والتسامح، وأبو ظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة عملية. التسامح والتعايش بقى حقيقة عملية، ده من خلال الديانة الإبراهيمية اللي هو الكنيسة جنب المعبد جنب المسجد. يعني في يوم من الأيام ممكن نشوف الشيخ وسيم يوسف إمام للبيت الإبراهيمي. يعني يوم السبت هيصلي في المعبد اليهودي، يوم الأحد هيصلي في الكنيسة النصرانية، يوم الجمعة هيصلي بالمسلمين. إن من وجهة نظر الشيخ وسيم يوسف إن الديانة الإبراهيمية شاملة الأديان الثلاثة، في حين إن سيدنا إبراهيم كان حنيفيا، ربنا قال عليه كده حنيفيا، ولم يكن نصرانيا ولم يكن يهوديا، كان حنيفيا. وربنا لو كان عايز يخلي الأديان كلها دين واحد كان عمل كده، لكن ربنا جعل كل دين له كتابه. يعني التوراة لليهود والإنجيل للنصرانية، وإحنا القرآن الإسلام، إحنا المسلمين القرآن. فحكاية الديانة الإبراهيمية ديت خارج نطاق العقل المؤمن، فتقريبا الهدف إن هم يدعوا لها أو ينشروا لها. فهو نازل بدأ سلمى الرحالة بتدعمه هي وشلتها. وطبعا انتوا عارفين يا جماعة إلا نسبة الفقر أو الجهل عندنا متوفرة بشكل مخيف، مع ضغوط الحياة ومع الفقر ومع السلع الاستهلاكية والإغراءات اللي حوالين الناس، فده بيضعف حاجات كتير. يعني ممكن تجار الأعضاء ده اللي معمول حواليهم ضجة دول، في ناس بتدور عشان تبيع لهم أعضائها، في الناس هي اللي بتدور عليهم، في ناس بتدور عليهم وسط الفقر والجهل وعدم الاحتياج وانتشار الإدمان، وفي ناس بتدور تبيع لهم أعضائها. فاللي عنده استعداد يبيع عضوه عنده استعداد يبيع دينه. فهو الموضوع كبير،
الموضوع اكبر مما نتخيل. وبعدين اما نيجي نبص لواحد زي الشيخ وسيم يوسف، ده راجل اماراتي في اردني، راجل درس في امريكا، راجل بيدعي للدين الابراهيمي، راجل رفع دعاوى على الناس اللي شتمته بخصوص الديانه الابراهيميه، راجل بيقول لك ان من حق اي حد يتبرع باعضائه، وده مخالف للشرع الاسلامي طبعا، لان ده امانه الله، ربنا اللي صنعنا كده، ربنا صنعنا، والمفروض ربنا المصنع، الحاجه اللي ربنا اداها لنا دي احنا مش ركبناها، ربنا اللي ركبها لنا، بما انها ربنا ركبها لنا نرجع له امانته زي ما اداها لنا. انت تيجي تتبرع بحاجه ملكك، ما تبقى الحاجه ملكك انت تتبرع بيها، لكن كل نفس كل عضو فينا ده ملك الله عز وجل. فما يجي الشيخ وسيم يوسف يأيد النظريات بتاعت النظريه الابراهيميه، الديانه الابراهيميه، ويأيد لك تبرع بالاعضاء، وتيجي تلاقيه على علاقه بالناس دي كلها، اللي هو المربع المرعب ده، المربع المرعب ده. في حاجه يا جماعه، فهمونا في حاجه. يعني ايه اللي جاب الشيخ وسيم يوسف للأستاذة هبة الترك، للأستاذة اسمها سلمى الرحالة، لوفاء عامر، وأم مكة؟ طبعا أنا ما شفتش وسيم يوسف مع أم مكة بصراحة، بس هما كلهم فاتحين على بعض. فأنتوا فهمونا، ولازم نفهم، يعني يبقى عندنا وعي إن في ناس هتبدأ تبث الديانة الإبراهيمية، نبقى فاهمين إحنا ديننا الإسلام. سيدنا إبراهيم كان حنيفيا، وربنا عايز يبقى دين واحد، كان نزله دين واحد. احنا لا نعدل على الله، ربنا أدرى بينا، ونفس وما سواها، ربنا اللي خلق نفسيتنا وعرفنا. فالناس دي الموضوع أكبر من خيالنا. وإيه سخاء الشيخ وسيم يوسف على هبة تركه ايفونات ويبعت فلوس، ايه ده؟ وبعدين نكتشف ان كلهم عارفين بعض. ربنا يظهر الحق ونصحصح لأنفسنا من حكاية الديانة الإبراهيمية اللي هم هيبتدوا يشتغلوا عليها، نبقى فاهمين، يبقى عندنا وعي من دلوقتي. بالنسبة لمربع الرعب ده اللي بيطلع يقول لنا سمعة مصر، سمعة مصر، زي الفل، قبل ما تظهروا زي الفل، وبعد ما تختفوا برضه هتبقى زي الفل. انتوا اللي بهدلتوا سمعة مصر يا مثلث الرعب. عندنا مشاكل، ما كل الدول عندها مشاكل، وكل البيوت. ما هي الدولة دي يا جماعة عبارة عن بيت كبير، في بيت بيخلو من المشاكل؟ ما فيش، فعادي. لكن الغالبية العظمى إن شاء الله في أمان ورباط إلى يوم الدين. ربنا يحفظه.